ايه ده؟ ايه الطعابه والحلاوه دي؟ اقسم بالله ايه الاكل ده يا جماعه؟ وحد يجاوب ده ايه ده؟ دي زبده؟ لا مش زبده، لا اقسم بالله مش زبده، عشان اكلت الزبده في اعدادي وفاكر طعمها كويس. طب ايه مثلا؟ يعني ايه؟ خطيرة. ازيكم يا جماعة؟ أنا بحبكم قوي. سلام عليكم. السلام عليكم. انا سلام عليكم. السلام عليكم. النهارده هنعمل سينابون. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. يلا. أول حاجة هنجهزها الخميرة عشان نشوفها شغالة ولا لأ. ايوه هنجيب صح. نص كوباية صح مية يا جميل. نص كوباية. ومعلقة صغيرة سكر. نحط يا ماما. ماشي، وكيس خميرة. كلها كلها. نحطها كلها. لا. بس هنقلبها بقى ونسيبها على جنب عشان ايه. تاني حاجة بقى هنا هنعمل العجينة السحرية. العجينة السحرية دي ايه ده؟ عبارة، انا مش عارفاها يا جماعة خالص. العجينة السحرية دي عبارة عن نص كوباية مية و3 معالق دقيق. نص كوباية مية، كوباية مية. نص كوباية مية و3 معالق انا دقيق. عايزة. واحد، اتنين. انا احط. ماشي، انا عايزة احط. 3. هنقلبهم، بعد كده هندخلهم الميكروويف لمدة بس دقيقة. انتوا ممكن تعملوا يعني الخطوة ديت تعملوها على البوتاجاز عادي. نص كوباية مية و3 معالق دقيق، وتفضلوا تقلبوا لحد لما الخليط كده يندمج مع بعض وتكون عجينة كده لينة جدا. دي بقى بتحسن جدا العجينة. ماما بتعمل احلى اكل. بتبقى بالشكل ده كده والقوام ده. ماشي، هنسيبها بقى تبرد خالص كده على جنب. دي جنب. وهنا بقى لازم اجري الفيديو شويه علشان الليله مش هتخلص مع فيروز. هنجيب 6 كوبايات من الدقيق بالكوب المعياري او باي كوب عندكم، يعني زي المج مثلا بتاع الشاي. ويكون الدقيق مجربينه قبل كده، يعني عملتوا بيه مخبوزات ونجح معاكم، او دقيق مخصص للمخبوزات علشان السينابون يطلع معاكم حلو. 6. هنجيب بقى ذره ملح. بعد ما حطينا هنا ال6 كوبايات دقيق هنحط كوبايه من الحليب الدافي. اهم حاجه بس يكون دافي. وقع. ولا يهمك يا فيروز. وبيضتين. ربنا يستر. يا رب يستر يا رب. كيس فانيليا. ونص كوبايه سكر صغيره، يعني نص كوبايه صغيره. وكمان بقى الزبده. انا بقى. لا، الزبده اخر حاجه. ثواني، الزبده اخر حاجه. الزبده لاخر حاجه. الزبده نخليها في الاخر. هنا الخميره الحمد لله شغاله. هنضيف الخميره. ماشي، ونقلب بقى كل ده مع بعض حلو قوي. معجننا العجينه هنا شويه، هنحط العجينه السحريه. العجينة السحلية. وكمان هنحط 100 جرام من الزبده. والزبده هنا تكون بدرجه حراره الغرفه. هجيب بقى العجينه هنزلها على الكوانتر كده اهوت عشان اعرف ايه اعجنها براحتي. بس هي كده مش محتاجه ميه ولا محتاجه لبن ولا اي حاجه خالص. ولا محتاجة مية. انا هقلق بقى الجوانتي واشتغل ايه في ايدي. بصوا بقت طريه جدا. بتلزق بسيط قوي. المفروض هي تلزق بس تلزق بسيط، يعني مش جامد عشان نعرف نتحكم فيها ونيجي نفردها. هندهن بس هنا زيت الاول. ندهن كمان وشها شويه زيت. هنسيبها بقى في اي مكان دافي
لحد لما نشوف هنعمل ايه الخطوه اللي جايه. وهنا بقى نحضر الحليب المكثف عشان هنحضر الصوص الابيض بتاع السينابون. الحليب المكثف ده يا جماعه انا عاملاه بنفسي، 3 كوبايات من الحليب وعليهم كوبايه الا ربع من السكر صغيره، وعلى نار هاديه لمده تلت ساعه. هتلاقوا اللبن تقل معاكم، وبعد كده تحطوا شويه فانيليا صغيره هيتحول لحليب مكثف، هيكون خطير. دي متهيألي اسهل طريقه ممكن تعملوا بيها. وهنضيف عليه الجبنه والزبده، وبعد كده نضربه حلو جدا زي ما انتوا كده شايفين. هيكون معاكم احلى صوص من السينابون بجد، ممكن تستخدموه كمان في وصفات كتير جدا، وانا معتمده الوصفه ديت وكمان وصفه. وهنا بقى العجينه كانت اختمرت معانا وتمام جدا، عادي كمان اكتر من ساعه عشان احنا اولا في الشتاء، وكمان العجينه معموله بزبده، فالعجين اللي هو معمول بزبده بياخد وقت اكبر شويه في التخمير، فهنسيبها تختمر براحتها شويه. بعد كده نجيب شويه نحاول بقى هنا ان احنا نفرز العجينه على شكل مستطيل عشان يدينا بقى الشكل السينابون الحلو. وهنا بقى بشيل كل الزوايد اللي هي على الجوانب علشان العجينه كده يكون شكلها مرتب ويكون شكلها حلو، وببدا ان انا اسويها كويس جدا. والجزء اللي انا بشيله دوت ما برميهوش، بعيده تاني ان انا اعمله سينابون تاني. هنا بقى نجيب معلقتين من الكاكاو، وكمان معلقتين من القرفه، ومعلقتين من السكر البني. دي يا جماعه الخلطه اللي احنا هنوزعها على العجينه كلها. بعد ما حضرناها نجيب بقى كده 4 معالق كبار من الزبده، والزبده تكون بدرجه حراره الغرفه، يعني ما تكونش سايحه خالص ميه، وما تكونش جامده قوي، تكون زبده لينه معانا. نحاول احنا نوزعها كويس جدا على العجينه. بعد كده بقى نبدا نضيف القرفه مع السكر مع الكاكاو. الكاكاو يا جماعه بيديها طعم حلو جدا. بعد بقى ما نضيفها ونوزعها حلوه على العجينه، هنحاول كده نجيب النشابه ديت او العجانه ونضغط عليها علشان يعني السكر والقرفه يلزق في العجينه معانا كويس. هنحاول بقى نعمل العجينه كده رول زي ما انتم شايفين. اول جزء بس نحاول احنا نضغطه كده كويس عشان ده بيكون الجزء اللي هو اللي جوه. وكل ما تكون يا جماعه العجينه نعملها رول كتير، كل ما يكون السينابون ناجح معانا، وكل ما يكون الطبقات تكون كتير على بعض، كل ما يكون النتيجه تكون احلى كتير. احسن ما تعملوا مثلا رولين 3 كده يكون طبقتين بس او 3، لا انا بحب اعمله رول كتير عشان يكون طبقات كتير فيه. هنحاول بقى نقطعه كده كله قد بعض. بعد كده نجيب الصينيه ندهنها كده دهنه زبده. بصوا يا جماعه بقى شكله يعني ملفوف كده كتير على بعض، بجد النتيجه بتبقى حلوه جدا بتاعته، وبقى كمان شكله حلو جدا، بيبقى شبه السينابون الجاهز. هنا بقى انا بجهز الصينيه. بعد ما جهزنا الصينيه ممكن نجيب الطرف، لو في طرف مثلا مش عايز يلزق قوي نجيبه ونحطه من تحت السينوبيه، بيلزق حلو جدا. لو انتوا عايزين تعملوا الحركه دي اعملوها. وبعد كده طبعا احنا هنسخن الفرن قبلها بربع ساعه، عايزين يكون الفرن يسخن جدا. وهنا برضو في الخطوه دي هنسيبه يخمر تاني، ودي اساسي، يعني ما ينفعش نحطه في الصينيه وندخله الفرن على طول، لازم نغطيه ويخمر كويس جدا. بعد كده على فرن ساخن لمده 50 دقيقه على درجه حراره 180 في رف اوسط. لما بقى ياخد كده لون حلو من فوق ومن تحت خلاص هتطلعوه. وبعد كده بقى نبدا ان احنا نحط عليه الصوص اللي احنا عملناه. بصوا بقى يا جماعه شكله كده بعد ما طلع من الفرن بجد شكله خطير يجنن، يعني مش قادره بقى اقول لكم ريحه البيت، يعني اي مخبوزات فيها قرفه بتخلي ريحه البيت حلو جدا. بعد ما طلعناه بقى من الفرن كده وهو سخن على طول هننزل بقى بالوايت صوص اللي احنا عملناه. يا جماعه بجد خطير. لو عايزين بقى تحطوا عليه كراميل، انا كنت عامله كراميل بس نسيت خالص ان انا احطه في الفيديو. عايزين تحطوا عليه شوكولاته، عايزين تحطوا عليه مكسرات زي بقى ما تحبوا، بس هو بيكون حلو جدا، يعني ما بيحبش الحاجه مسكره، حلو جدا عليه الوايت صوص بس. بألف هنا وشفا، وجربوه وقولوا رايكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.